عن انطلاق مباراة الترجي والملعب التونسي. الرهان للملعب التونسي، نتيجة إيجابية ثالثة وترجي فوز السابع على التوالي. قلب الهجوم طه ياسين الخنيسي، هدف رائع لصالح الترجي الرياضي التونسي عبر طه ياسين الخنيسي. هدف رائع للترجي الرياضي التونسي بالنسبة لطه ياسين الخنيسي. قلب هجوم قناص وباغت مرمى الحارس قيس العمدوني. قلت مباراة توحي بالأهداف، توحي بالإبداعات بالنسبة لهذا اللقاء، وأكيد إعادة للهدف المسجل من جانب الترجي الرياضي التونسي. نشوفوا في المحور والمباغتة من جانب طه ياسين الخنيسي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. مغير مغزر كرة على مستوى القائم الثاني والمباغتة للحارس قيس العمدوني. هذيا الخصال، هذيا معناها المواهب والفنيات للقلب الهجوم. صاحب المحاولة الأخيرة نشوفوا من جديد هدف من أروع مارينا إلى حد الآن في الرابطة المحترفة الأولى لطه ياسين الخنيسي. مشاهد أهداف من الجانبين. الترجي إلى حد الآن متقدم ويبحث على الفوز السابع على التوالي. رهان الملعب التونسي، تحقيق نتيجة إيجابية أخرى. برنار بولبوا والهدف الثاني، الهدف الثاني. النجاعة من جانب الترجي الرياضي التونسي عبر الهجمات المعاكسة، والنيجيري ناجع في مناطق الجزاء. تمهيد جديد من جانب الترجي الرياضي التونسي، وبولبوا في التسجيل، اللاعب القادم من البطولة النيجيرية. نشوفوا الكرة في العمق في الاسباس في الرواق، ومغاة الحارس قيس العمدوني صاحب الهدف الأول في التمهيد الحاسم لبرنار بولبوا. 26 دقيقة في الشوط الأول، هدفين مقابل صفر لفريق باب سويقة. فرصة قبل للملعب التونسي، ثم الإجابة من جانب الترجي عبر الأهداف. الاختيارات إلى حد الآن الهجومية ناجحة لعمار سويد. مرحلة الذهاب والميركاتو الجديد والاستغناء على بعض اللاعبين منهم بعض الأجانب، وانتداب لاعبين آخرين حسب حاجات الفريق. التوزيعة وإيشيكا ديارا ومحمد عبد الله السوداني. محمد عبد الله السوداني أمامكم. محمد عبد الله السوداني يتمكن من تسجيل الهدف الأول للملعب التونسي من توزيعة دقيقة تجاوزت إيشيكا ديارا، والمباغتة من جانب محمد عبد الله السوداني قلب الهجوم، وعودة للملعب التونسي في هذا اللقاء. قلت القناص. نشوفوا التوزيعة الأخيرة، محمد عبد الله السوداني، وضعية قلب هجوم بالتصويبة الرأسية من توزيعة من محمد بن علي، ومحمد عبد الله السوداني يستغل الكرة الأخيرة ونقطة ضعف في محور دفاع الترجي، ومرت الكرة أمام إيشيكا ديارا، والتصويبة الرأسية الناجحة للاعب المنتخب الموريتاني. معطى آخر في هذه المباراة، عودة الملعب التونسي. علاء المرزوقي يتجاوز المنافس المباشر. إيشيكا ديارا أمام محمد عبد الله السوداني. إيهاب المباركي، سعد بقير، إيهاب المباركي، إيهاب المباركي، طه ياسين الخنيسي، وفخر الدين بن يوسف، والهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي. فخر الدين بن يوسف يضيف الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي في الدقائق العشرة الأولى للشوط الثاني من عملية جماعية أحسن اختتامها. فخر الدين بن يوسف القادم من اف سي ميتس الفرنسي، والنجاعة من جديد لفريق باب سويقة. شوفوا التمهيد لأحسن لاعب من جانب الترجي لحد الآن، والتصويبة اليمينية الساحقة من جانب فخر الدين بن يوسف. تمهيد ذكي وفنيات من طه ياسين الخنيسي، واختتام العملية الجماعية الأخيرة كأحسن ما يكون من فخر الدين بن يوسف، اللي يسترجع في نجاح. وجه آخر لطه ياسين الخنيسي حاليا
بزي الترجي الرياضي التونسي، وعملية جماعية واضح جربت مرارا ومرارا في التمارين والانسجام منذ معز بن شريفية. الياس جلاسي في المحور وتصدم بالعارضة، إيشاكا ديارا والقائم والهدف لصالح الترجي الرياضي التونسي. وعلي المشاني رابع الأهداف للترجي الرياضي التونسي، نفس النتيجة في مباراة أفريل الماضي، رباعية. وإيشاكا ديارا نشوفوا الكرة الأخيرة، إيشاكا ديارا على العارضة ثم على القائم، وعلي المشاني كان متواجد في المكان المناسب. إيشاكا ديارا كرة أولى تصدم بوليد الهيشري، ثم إيشاكا ديارا تصدم بالقائم، ثم علي المشاني اقبل الحارس قيس العمدوني. 4 أهداف كاملة لفريق باب سويقة في الدربي الصغير في الملعب الأولمبي ب